ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. في لحظات كده بتعدي علينا بنحس ان احنا وقفنا ومش قادرين نكمل، او حتى لو فكرنا ان احنا نرجع مش عارفين هنرجع منين ولا حتى هنبدأ ازاي. بس يمكن اللحظة اللي احنا بنبقى شايفين فيها ان خلاص هي دي النهاية تبقى هي دي اول خطوة في رجوعنا الحقيقي. فخليكم معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة بعد غياب طال شوية حلوين. بقالي فترة ما صورتش ولا نزلت فيديو. الناس ممكن تبص لحاجة زي كده وتقول عادي مش مشكلة بسيطة فترة ويرجع، ولكن أنا بالنسبة لي الموضوع كان تقيل جدًا على قلبي. كنت حاسس إن أنا مقصّر معاكم أولًا، ثانيًا مقصّر مع نفسي، أو إن أنا مش قد المسؤولية. ولكن ده برغم إن أنا كنت مشغول في دراسة وفي شغل وشوية حاجات كده وموضوع تاني هاحكي لكم عليه بعدين. ولكن كان جوايا صوت اللي هو بيقول لي: فين يا عم الاستمرارية اللي أنت بتحارب علشانها؟ فين العهد اللي بينك وبين نفسك؟ والّا هو أي كلام وخلاص؟ وبصراحة علشان أخرج من الإحساس ده وأرجع أعمل إعادة ضبط مصنع لدماغي ولتفكيري بشكل عام، قررت إن أنا أسافر. اللي متابعني على الإنستجرام عارف إن أنا الفترة اللي فاتت كنت مسافر. مش هاقول هو فين دلوقتي، ولكن خليكم معايا لحد الآخر علشان أقول لكم من الانتكاسة اللي أنا كنت فيها والابتعاد عن القناة وكل حاجة دي حصلت إزاي، وإزاي قدرت إن أنا أرجع أصور الفيديو اللي أنتم بتشوفوه ده دلوقتي. الفكرة إن بس حتى عشان أصور الفيديو ده حرفيًا النهارده طول اليوم ما نمتش من التفكير، لدرجة إن أنا قمت عملت كوباية قهوة والفجر خلاص فاضل لي 10 دقايق ويأذن، فهاصلي ونكمل كلامنا. بس. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه. الحمد لله صليت الفجر، ولكن كان في حاجة كنت عايز أشاركها معاكم وأنا ماشي في الطريق. يعني هقول لكم، وبصراحة حابب أشارك معاكم إحساس غريب حسيته وأنا ماشي في الطريق، اللي هو تلاقي ربنا بيقول لك: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. يعني تأملك في الطريق وفي خلق ربنا اللي خلقه بيخليك تفوق وبيوريك إن الدنيا اللي أنت عمال تجري وراها أكبر من الدايرة الصغيرة اللي أنت عمال تلف فيها، ويعرفك حجمك الحقيقي في الدنيا. وبصراحة أنا كنت محتاج السفرية دي جدا في الفترة دي علشان أفوق وأعرف أنا مين. مش بس أعرف أنا مين، ولكن كمان برضو أعرف أنا عايز إيه. صحيح أنا نسيت أقول لكم أنا كنت فين. أنا كنت في مطروح، وبصراحة كان بيجيلي إحساس غريب كده كل ما أقف قدام البحر أحس إن المية بتكلمني، أو الموج هو اللي بيكلمني. يعني إزاي؟ اللي هو كنت بحس إن الموج ده يعني بيقع وبيقوم، وحسيت إن حياتي زيه، اللي هو لازم أقع وبقوم وأقع وأقوم. ولكن اللي استفدته إن أنا ما ينفعش أوقف، زي ما الموج ما بيقفش لازم ما أوقفش أي حاجة، وأنت كمان لازم ما توقفش أي حاجة في حياتك. أي حاجة بنبدأها لازم نستعين بالله ونصبر شوية. ربنا بيقول: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. حسيت إن البحر ده عامل زي ريميندر أو منبه ليك إنك أنت مش لوحدك، وإن في قوة أكبر من أي حاجة أنت متخيلها، قوة بتدير كل شيء حوالينا. هو دي ربنا عز وجل. فاحنا مفيش أي حاجة هنقدر نعملها في الحياة دي غير لما نستعين بالله. وزي ما البحر ما بيقفش أنت كمان ما توقفش. حاسس إن أنا أفورتها حكمة زيادة، صح؟
بصراحة أنا الفترة اللي فاتت كنت قاسي فيها جدًا على نفسي، اللي هو كنت ممكن أقعد كل يوم أسأل نفسي هو أنا ليه مش باصوّر، ليه سِبت القناة؟ ومش في جانب التصوير بس، ولكن في كذا حاجة من حياتي، اللي هو بافضل ألوم في نفسي كده. ولكن السبب الأساسي في إن أنا مش باصوّر إن أنا مش باحب أكون fake، يعني مش هتلاقيني دايمًا باصحى أصلّي الفجر في ميعاده، ولا هتلاقيني دايمًا باظهر الجانب الحلو بس في حياتي، لإن دي السوشيال ميديا كلّها بتبيّن بس الجانب الحلو، ولكن أنا مش حابب إن أنا أكون كده. يعني فيمكن ده سبب من الأسباب الأساسية اللي خلّتني أبعد عن القناة، وعارف إن إحنا كلّنا كده، كلّنا بنحاول وبنجاهد نفسنا في كل حاجة في حياتنا. بس، فأنا هنا جاي علشان أشارك الحلو والوِحِش، مش جاي علشان أشارك بس الحلو. ربنا بيقول: "ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه." فإحنا كلّنا بنحارب نفسنا قبل ما نحارب أي حاجة، قبل ما نحارب ظروف، بنحارب أهل، بنحارب أي حاجة، إحنا بنحارب نفسنا. وبصراحة في سبب تاني من الأسباب اللي خلّتني أبعد، وهو إن في فيديو عندي وصل لرقم كبير جدًا، أنا ما كنتش متخيل إن أنا ممكن أوصل للرقم ده، والنهارده الحمد لله إحنا وصلنا لحوالي 11,000 أخ وأخت. فبالنسبة لي الرقم ده يعني خوّفتني شوية، اللي هو أنا ممكن حد يشوفني مثلًا، يعني اللي هو في مسؤولية، اللي هو أنا خايف لحد يشوفني قدوة، يشوفني ملتزم، أو يقلدني في أي حاجة. يعني ممكن يقلدني في الحلو، ولكن ده برضه مخوّفني، اللي هو أنا مش أحسن حاجة، أنا بني آدم بيُقع وبيقوم وبيغلط. أنا هنا علشان أشارك الرحلة معاكم، مش علشان أكون قدوة ولا حتى شيخ. يعني في ناس كانت في آخر الفيديو ده يعني محسّساني إن أنا ملتزم التزام، اللي هو لا والله يا جماعة أنا عادي بني آدم وباغلط، والقرآن اللي باحطّه على الفيديوهات ده ما هو إلا علشان أنا باحب ربنا، وعلشان أنا عايز حاجة تبقى لي بعد ما أموت. نزلت من فوق عشان عيني وجعتني، ولكن بصراحة السفر خلّاني أشوف إن الدنيا أكبر من إنها تكون في شاشة تليفون، أو إنها تكون في stress من كُلّية أو من شغل ولا views. الدنيا أكبر من كده، ورغم إن الدنيا اللي إحنا شايفينها أكبر من كده بكتير خالص دي، لا تساوي عند ربنا الجناح بعوضة. بصراحة في كام سؤال كده عايز أسأله، اللي هو إمتى آخر مرّة حسّيت بانتكاسة؟ ولو طلعت من الانتكاسة دي وعرفت ترجع، إيه اللي ساعدك إنك أنت ترجع؟ المهم أنا عايز بس أقول لنفسي وليكم: ما تخلّيش صورة الانتكاسة تكسرك، ما تخلّيش الشيطان يضحك عليك ويوهمك إنك أنت مهما بعدت عمرك ما هتقدر ترجع. أنت ممكن تكون في عِز بُعدك أقرب لرجوعك من أي حد. ربنا قال: "وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم." فأنت ما تعرفش، يمكن نقطة الانتكاسة بتاعتك دي هي تكون السبب أصلًا في رجوعك وترجع أحسن من الأول في كل حاجة. وخلّيك فاكر إن ربنا وعد وقال: "والذين جاهدوا فينا" هيعمل لهم إيه؟ الذين جاهدوا فينا جاهدوا نفسهم وجاهدوا كل شهواتهم وهواهم، هيحصل لهم إيه؟ لنهدينهم سبلنا. فممكن خطواتك الصغيرة اللي أنت مستصغرها دي تبقى هي السبب أصلًا في رجوعك. فما تستصغرش أي حاجة أنت بتعملها طول ما أنت بتسعى، وربنا هيعينك. المهم برضه في كام سؤال تاني برضه عايز أسأله، اللي هو أنت لو متاح قدامك فرصة إنك أنت تسافر في مكان يخلّيك تعمل restart تاني من أول وجديد. أنا بصراحة حوار المصيف ده ما عملّيش الrestart اللي هو، ولكن اللي فعلًا نِفْسي أعملها الفترة دي هي إن أنا أعمل عُمرة، فحد يتطوّع بقى ويطلّعني عُمرة. فاكتبوا لي في الكومنتات إيه أكتر مكان نِفْسكم تسافروه، أو إيه الحاجة اللي ممكن تخلّيكم تعملوا restart وتخلّيكم ترجعوا. وفي الآخر حابب أشكركم إنكم استنيتوني، وآسف لو الفيديو ده طوّل، وأوعدكم إن شاء الله اللي جاي أحلى بكتير، وطول ما إحنا سوا إن شاء الله الرحلة هتكون أحلى. سلام عليكم.